تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار الجدل لشاب في حالة غير طبيعية في أحد شوارع شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. الفيديو ظهر فيه شاب في حالة مش كويسة وخلع هدومه في الشارع، وفي ناس ماشية بنات وستات ورجالة، ونزل رقص بطريقة غريبة وفضل يعمل حركات مش مفهومة، وده أصاب الناس اللي في الشارع بحالة استياء. الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إن المخدرات دمرت عقول الشباب، وإن الشاب ده أدمن المواد المخدرة لحد ما وصل للحالة دي، وبقى يقلع هدومه في الشارع قدام أي حد ويعمل حركات مش محترمة. اللي بيعمله ده بيخلي أي حد وخاصة البنات في الشارع تترعب وتخاف وتبعد عن المكان اللي هو فيه. لكن وزارة الداخلية اتحركت بسرعة وألقت القبض عليه وكشفت عن مفاجأة بالشأن الشاب ده. الداخلية قالت إنه في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص عار الجسد بأداء حركات استعراضية والزعم بتعاطيل المواد المخدرة بأحد الشوارع بالقليوبية. بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطي المقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، وتبين أنه يعاني من اضطرابات عقلية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري إيداعه بأحد مراكز العلاج النفسي تنسيقاً والجهات المعنية.